اللي مش شايف حد بيتكلم عنه هو إن المفصل الملتهب ده مفصل شغال زيادة عن اللزوم، وبيحتاج لحاجة بسيطة جدا. وجع الظهر لما تمد أو تلف مالوش أي علاقة بالانزلاق الغضروفي ولا حتى بالسن. في الفيديو ده هوريك إزاي تختبر مفاصل ظهرك، وهعلمك تمرينين ممكن يخففوا الوجع في نفس اللحظة. وأحلى حاجة هتشوف إنك مش لازم تكون صغير في السن، ولا لازم تكون رفيع أو عندك مرونة عالية عشان تعمل التمارين دي ويبقى عندك ظهر بيتحرك كويس. أنا سمعت اللي أنا سمعته فعلا. الألم ده بيظهر لما بنحاول نقفل مفصل يكون ملتهب ومتأذي، والمفاصل في الظهر بتكون في الجنب من ورا، عشان كده بيوجعك لما تمد ظهرك أو تحاول تلفه. وكتير من الناس بتتلخبط بين ده وبين الانزلاق الغضروفي، مع إن مفيش أي علاقة بين الاتنين. اختبار المفصل سهل جدا، هتميل بايد وده بيوجع. لو الوجع في الناحية اليمين هتميل شوية ناحية الشمال، وفي الوضع ده هتفرد وهتلف. لو الألم قل جامد أو حتى ما وجعكش، يبقى المشكلة مش في العضلة ولا في الغضروف ولا حتى في الرباط. المشكلة في مفصل حساس في الناحية دي، ملتهبة ومتأذية. وهنا أنا بشوف كتير من المتخصصين في الصحة زي الدكاترة وأخصائيين العلاج الطبيعي بيقولوا خد بس مضاد للالتهاب أو ارتاح وخلاص. المشكلة إن الألم دايما بيرجع. اللي مش بشوف حد بيتكلم عنه هو إن المفصل الملتهب ده عبارة عن مفصل بيشتغل زيادة عن اللزوم، وهو محتاج حاجة بسيطة جدا. هو محتاج إن المفاصل التانية تتحرك عشان ما يشتغلش أكتر من اللازم. وطول ما احنا ما شلناش التقفيلات، المفصل ده هيفضل دايما عليه حمل زيادة وهيتأذى وهيلتهب تاني. يسوع. وهنبدأ نشيل التقفيلات من اللي بيتفرجوا علينا. فوق المشكلة من اللي فوق المفصل الوجيهي من المفصل الملتهب. هتلف الفوطة بتاعتك بشكل طري وتحط الرول ده فوق مكان الوجع. لو انت حاسس بالوجع هنا، هتحط الرول ده فوق المكان ده. اتمدد بالراحة ورجليك متنية وقدميك ثابتين على الأرض، يفضل من غير جزمة عشان ما توسخش الكنبة. رجليك متنية وقدميك ثابتين على الأرض. يلا نبدأ ونقعد 30 ثانية في الوضعية دي. خد نفسك بهدوء. الفكرة هنا إننا كأننا بنعمل تمارين استطالة لكل العمود الفقري. بعد ما يعدي 30 ثانية، الخطوة الجاية هي إنك ترفع ذراعيك. فاكر إن الفكرة هي التمدد؟ يبقى هنبدأ نمد الجزء اللي فوق. بص كده، ارفع ذراعيك بالراحة لحد ما تحس إنك مرتاح. لو قدرت تمد ذراعيك كلهم يبقى ممتاز. لو لا، خليك في وضعية مريحة ليك. خليك في الوضعية دي لمدة 30 ثانية كمان. خد نفس عميق وببطء. حاول ترخي جسمك على الفوطة واحدة واحدة. الوضعية دي هتبقى أريح مع الوقت. احنا بنفك التيبس من المفاصل اللي فوق المفصل الملتهب. بعد 30 ثانية هتشد الجزء اللي تحت بهدوء. هتبدأ تمد رجليك على قد ما تقدر لحد ما تحس إنك مرتاح. وبرضو مش لازم تمد رجليك للآخر. اعمل اللي تقدر عليه بسهولة لحد ما تحس إنك مرتاح، لحد ما يبقى مريح بالنسبة لك. ده مريح جدا. خليك في الوضعية دي لمدة 30 ثانية كمان. خلي بالك إن المهم هنا إنك ما تضغطش على نفسك. لو ضغطت على نفسك العضلات مش هترتاح والتتبس هيفضل موجود. خلصت التمرين، اتني رجليك، اتني دراعاتك، نام على جنبك وابدأ تقعد بمساعدة دراعاتك في الآخر. حرك نفسك شوية عشان تحس بعمودك الفقري وهو بيتحرك بحرية أكتر. أنا عايش. دلوقتي هنشيل التبسات عند اللي تحت المشكلة، خصوصا العجز، الحوض والوركين. مرة تانية هنستخدم فوطة ملفوفة. المرة دي هتحط الفوطة الملفوفة تحت مكان الألم. نام ورجليك مفرودين ومفتوحين شوية. هتقعد هنا 30 ثانية وتتنفس ببطء لحد ما العمود الفقري يتعود على الوضع ده. بعد كده هتبدأ تهز رجليك بشكل حر وسلس وبإيقاع هادي وانت مسترخي. هنا احنا بننقل فك التيبس ده لهناك. مش بس المفاصل، احنا كمان بننقل فك التيبس ده
للعضلات والأربطة بتاعة العمود الفقري القطني. كمان 30 ثانية. بعد كده هتني رجليك وهتتنيهم على بعض. هتسيب رجلك تقع كده، شايف؟ كأنك هتخلي باطن رجلك يلمس المرتبة. انزل لحد ما تحس إنه مريح ليك، لحد ما يكون الوضع مناسب ليك من غير استعجال. في الجزء ده من التمرين احنا بنفك الضغط عن منطقة العصب الوركي هنا لما بيعدي ورا الحوض. هتعمل ده بهدوء من غير استعجال 10 مرات لكل ناحية. هتعمل الروتين ده مرة أو مرتين في اليوم، وهتشوف بسرعة إن الألم هيبدأ يتحسن، بس كمان هيخف إحساس إن المكان متأذي والخوف من رجوع الألم. وكهدية ليك عشان كملت معايا لحد دلوقتي، أنا سايب لك روتين تمارين سريع تعمله قبل ما تنام عشان تشيل كل التوتر ده وكل الضغط المتراكم طول اليوم، عشان تحسن جودة نومك وتساعدك تصحى من غير ألم. كل اللي عليك تضغط هنا على الشاشة عشان تتفرج. ولو قدرت أساعدك النهاردة في الفيديو ده، ابعت الفيديو ده لأي حد عنده ألم في أسفل الظهر أو عنده مشكلة في العمود الفقري. ده كل اللي بطلبه منك. خلي الفيديو ده يوصل للي محتاجه. هكتفي بكده دلوقتي. سلام كبير، وأشوفكم في المرة الجاية.